غلطة واحدة لو عملتها في التنسيق هتضيع عليك الكلية اللي كان نفسك فيها، فاسمع الفيديو ده كويس قبل ما تكتب الرغبات بتاعتك. أول حاجة، لو في كلية معينة نفسك فيها اكتبها في كل الجامعات المتاحة، لأن لو جالك ترشيح في محافظة تانية ممكن بعد كده يبقى عندك فرصة تقدم في تقليل الاغتراب، وده لو كنت مستوفي الشروط. تاني حاجة، لو مجموعك أقل من الحد الأدنى المتوقع بفرق بسيط اكتب الكلية وجرب حظك، لكن لو الفرق كبير بلاش تضيع أول رغباتك كلها في أمل إنها تنزل لك، وسيب مساحة ومكان للرغبات اللي فرصتك فيها اكبر. تالت حاجه، لو الكليه اللي انت عايزها فيها اكتر من برنامج او نظام دراسه ما تختارش على اسم البرنامج بس، اعرف الفرق ما بينهم من حيث المواد ونظام الدراسه والمصاريف وحاجات تانية كتير، لان في طلبه كتير بتكتشف ان هي اختارت البرنامج الغلط بعد التنسيق ما يقفل. رابع حاجه، رتب رغباتك بالترتيب اللي انت مقتنع بيه، لان التنسيق هيرشحك لاول رغبه تحقق مجموعك حتى لو في رغبه تانية انت كنت بتفضلها اكتر بس انت حاططها تحت. واخر حاجه بقى، قبل ما تدوس على كلمه تسجيل راجع كل رغباتك كويس جدا باسم الكليات بالتخصصات بكل حاجه، لان لو في غلطه بسيطه في الترتيب او الاختيار ممكن تغير نتيجه ترشيحك بالكامل. ابعت الفيديو ده بقى لاي حد لسه ما عملش الرغبات بتاعته، لان نصيحه بسيطه ممكن تفرق معاه في التنسيق بتاعه.